بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. نرحب بجميع مشتركيتي، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتوا القناة. اليوم بإذن الله راح نبدأ معكم تحضيرات رمضان 2026 إن شاء الله. وصفتنا نهار اليوم وصفة تجارية، قنبلة المشاريع، مشروع مربح يمشي بكثرة خاصة في رمضان، ورمضان راهو على الابواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حتى الا ما خدمتيشو مشروع اخدميه للدار. زيتون كاسي واحد البنه بنته فور فور في البنه، خير بكثير من اللي يتباع في المحلات. نروحوا نشوفوا المقادير طريقه التحضير. بسم الله. هنا عندي بسباس، كيلو بسباس اللي كنت غسلته وقسمته، غسلته مليح، قسمته حتى هذوك الاغصان والاوراق هذوك اللي يجوا معاه ما رميتهمش، هذاك الحشيش اللي يجي في الحبه تاع البسباس كذلك غسلتهم. عندي كيلو جزر بعد ما قشرته غسلته مليح. نجيبوا البلانش تاعنا وجبت القطعه هذه ورايحه نقسمهم. نقسم حبه الجزر تاعي على ربع بالموس كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نجيب هذيك القطعه ونقطع. تحبي تقسمي قطع صغار كما قسمت انا، تحبي تقسميهم كبار، تحبي ديري يعني تقطيع عشوائي، قطع صغار وقطع كبار، لكي الاختيار. اقسمي، المهم اقسميه وخلاص. اقسمي بهذه باش يجوك هكا الحبات باهيين خير. فوالا انا كنت قسمتهم بهذا الشكل، يعني بهذا الحجم. جبت المياه درت فيه هذاك الجزر اللي كنت قسمته كامل، ونجو نقسموا البسباس. كنت قسمت كل حبه على 2، وبعد كل نص راح نقسمه على 4 بهذا الشكل. ونقسم كما قلت، ديروا تقطيع عشوائي بهذا الشكل، ما يكونوش فقط كبار يسار، في نفس الوقت ما يكونوش هذيك صغيورين خلاص. راح نقسم البسباس تاعي كامل، نضيفه على هذاك الجزر، وحتى هذيك الحشيش وهذوك الاغصان اللي يجوا في حبه البسباس رايحه نقسمهم ونضيفهم هما ثاني، ما رايحه نرمي والو. هذاك الحشيش والاغصان رايحين يزيدوا يعطونا بنه اكثر في الزيتون كاسيت تاعنا. فوالا هنا قسمت البسباس والجزر. ومن جهه ثانيه عندي الماء حطيته يغلي، ضروري الماء يكون يغلي. ضفت عليهم فنجال خل، هنا ديري خل ابيض ولا احمر اللي متوفر عندك. وجبت حبه قارص كنت غسلتها مليح. بعد ما غسلتها قسمتها على 2، وكل نص راح نقسمه على 4، تحصل 8 قطع. هذوك القطع راح نعصرهم ونزيد نضيفهم هما ثاني نحو هذاك اللب. نعصرهم ما يخلوش يعني يخلوا البسباس والجزر تاعنا محافظين على اللون تاعهم، ما يكحالوش. كما راكم تلاحظوا هنا الصوره راهي تعبر. نعصرهم ونضيفهم بهذا الشكل. فوالا غير حبه واحده ليمون في المكونات هذه بهذا الشكل. كما قلت من جهه ثانيه عندي الماء تاعي راني حطيته يغلي، ضروري الماء يكون يغلي. كملت حبه الليمون هذيك كامله عصرتها وضفتها كما راكم تلاحظوا. نخلط بهذا الشكل وضفت عليهم ماء يغلي. انا الصوره راهي تعبر. نغمروهم كامل، يعني نغطوا عليهم بهذاك الماء، ونضفت عليهم مغرفه تاع اكل ملح. انا كانت تحذف لي المقطع، ضفت مغرفه تاع اكل ملح. نخلط ونغطي عليهم ونخليهم 6 ولا 7 ساعات حتى يبرد عليهم هذاك الماء. 6 ولا 7 سوايع حتى يبرد هذاك الماء. بعد ما يبرد عليهم الماء نصفوهم جيدا. من جهه ثانيه جبت زيتون اخضر، كيلو ونص زيتون اخضر كنت غسلته مره واحده، غير مره واحده، صفيته جيدا من هذاك الماء ونروح نشويه. انا هنا شويته على الطاجين هذاك اللي فيه خطوط، ونضغط عليه بالكسكيس هذا ثقيل، اضغطه بحاجه ثقيله. اضغطي جيدا باش هذوك الخطوط يطراسوا في حبه الزيتون نتاعك بهذا الشكل. وكل ما نقلب بالطريقه هذه نزيد نضغط بحاجه ثقيله، كل ما نقلب نضغط باش هذوك الخطوط يطراسوا لنا في تاع شوي، يطراسوا في حبه الزيتون نتاعنا بهذا الشكل. انا كنت شويته في هذا الطاجين. تقدري تشوي في البالينيز، لكن البالينيز صراحه ما ساعدتنيش، جو الخطوط متباعدين ماشي كيما تاع الطاجين. شويت الكميه تاع الزيتون اللي عندي كامله هي كيلو ونص، فرغتها هنا في الياء كيما راكم تلاحظوا. ضفت عليه زيتون اسود، كميه تاع زيتون اسود. ضفت عليه زيتون البنفسجي. هنا ضيفي واش عندك زيتون، انواع الزيتون اللي عندك ضيفيهم، ما عندكش ضيفي غير زيتون الاسود. فوالا
زيتون ضيفي واش عندك كميه. ضفت هذاك البسباس والجزر بعد ما برد عليهم الماء وصفيتهم مليح. هنا الياء هذا كان صغير كما راك تلاحظ ديجا تعمر. رايحه نفرغ هذه المكونات في الياء اكبر. الجزر والبسباس نصفوه من مليح مليح من الماء، ما نخلوش فيه ولا قطره ما. جبت الفلفل المرقد اللي كنت رقدته في الدار ورايحه نقسمه بالمقص هكا تقطيع عشوائي فقط. قال نقسمه على 2 وقال على 3 وقال نقسمه على 4 كما قلت تقطيع عشوائي. الفلفل هذا كنت رقدته في الدار. فوالا بهذا الشكل تقطيع عشوائي. جيبي المقص ولا ما عندكش مقص تقدري تقسمي غير بالموس فوق لا بلانش. تقطيع عشوائي قطع صغار قطع كبار فقط ما تصغروهمش ما ديروهمش صغار ياسر فقط هذا ما كان. بالطريقه هذه هنا فلفل مرقد ديري الكميه اللي حبيتي انت. وجبت الفلفل الاحمر هذا اليابس الحار كنت غمرته بمسخون يغلي حتى ولا لي طري وكي برد عليه هذاك الماء صفيته ونقسمو هكا. تحبي تضيفيه كيما راه ما تقسميشو ولا تقسمي. انا قسمت كل فلفله على 2 تقدري تضيفيه هكاك بلا ما تقسميه هذا لانه هو اصلا الطول تاعو الحجم تاعو صغير. ضفت مغرفه كبيره زريعه البسباس ونص مغرفه كزبر مطحون وزوز مغارف تاع اكل عكري مغرفه كبيره زعيطره. نعاود زوز مغارفه كبار عكري مغرفه كبيره زريعه البسباس نص مغرفه كزبر مطحون ومغرفه زعيطره. وضفت عليهم الطرشي اللي تباع في المحلات كميه تاع الطرشي اللي تباع في المحلات وضفت عليهم كميه تاع بوفجوخ. الوصفه راني مشاركتها معاكم في القناه. البلاره هذه تهز كيلو ضفت نص البلاره. فوالا هنا راني قربت لكم الصوره باش تشوفوا الوصفه تاع بوفجوخ راني مشاركتها معاكم في القناه بالتفصيل. ضفت نص التاحه وضفت 250 غرام هريسه 250 غرام هريسه. العلبه تاع 500 غرام درت نص التاحه وضفت عليهم لتر كامل تاع زيت زيتون. انت الى درتي الوصفه هذه يعني اعتمدتيها كمشروع للبيع ديري غير كيس زيت زيتون والباقي زيت نباتي. كما تقدري ديري لتر كامل زيت التتبيل اللي يتباع في المحلات هكا باش ما تخسريش يعني في المشروع تاعك. انا درته هنا وصفه للدار فقط لذلك درت زيت زيتون. ديري لتر كامل زيت زيتون. ضفت كميه تاع كورنيشون وكميه لاباس بها تاع ثوم. هنا ما تقوليليش راكي كثرتي الثوم كيما جاتني تعليقات في الجروب على الوصفه تاع شوربه فري قالوا لي راكي درتي الثوم ياسر كثرتي الثوم والثوم غيري. انا صراحه لو كان ما نطيبش بالثوم ما نعرفش نطيب. لو كان ما يكونش عندي الثوم ما نعرفش نطيب. ضروري الثوم في الاكل تاعنا. الثوم حاجه ضروري ديري لاش تستنى. هنا الوصفه هذه لازم فيها الثوم. نخلط جيدا نخلط الكل جيدا وشوفوا لي هذيك الالوان هذاك القوام صراحه يجي ضربه في البنه وما يجيش حار لانه زيت زيتون هذاك اللي ضفناه راح يقتل لنا هذيك الحروريه وحتى الاطفال الصغار ويقدروا ياكلوا كيما انا اطفالي ياكلوه. يجي حار بصح هذيك الحروريه يعني قليله ما يجيش حار ياسر اللي ما تقدروش تاكلوه. كما قلت كميه زيت زيتون هذاك اللتر تاع زيت زيتون راح يقتل هذيك الحروريه. قسمته في علب بلاستيكيه بهذا الشكل. انت هنا اذا كنت راح تعتمدي الوصفه تجاريه باش تبيعيه جيبي علب صغار اقسمي كل علبه ديري فيها 250 غرام وتوكلي على ربي. هنا العلب الصغار كنت درت فيهم شريحه تاع ليمون والعلب الكبار درت فيهم 2 شرائح تاع ليمون. وقبل ما ندير شريحه الليمون غمرت هذيك العلبه تاعي غمرتها بالزيت هكا باش ما يلزجش ليكم. درت لها من الفوق كميه تاع زيت كميه لاباس بها تاع زيت زيتون اكيد. كما تقدري ديري زيت التتبيل اذا كنت راح ديرها وصفه تجاريه ولا ديري كيس زيت زيتون وخلطي معاه زيت نباتي. انا بما اني درته غير للدار فدرت زيت زيتون. احنا راح نوري لكم كيفاه جات النتيجه الاخيره. شوفوا لي هذاك اللون هذاك القوام ريحته تشهي بنتو بنه صراحه والله ما يتشبع وما يجيش حار خلاص وحتى الاطفال الصغار يقدروا يتناولوه ويجي خير بكثير من اللي يتباع في المحلات. اذا اعتمدتي الوصفه كمشروع للبيع نقول لك مشروع مربح خاصه في الشهر الفضيل.
يعني أكبر مشروع يمشي في رمضان هو الزيتون كاسي. اشري كما قلت العلب هذا، وهذوك الصغار اللي يهزوا 250 غرام، واغمريها بالزيت قبل ما تديري شريحة الليمون، وتفهمي مع جزار ولا مع سوبيريت، وتوكلي على ربي. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، زيتون كاسي، أولى تحضيرات رمضان 2026. إلى حين ربي، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وصلت معاكم من نهاية الفيديو، نقول لكم شكرا على المشاهدة، أترككم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.